كم مدير بسببه الموظفين سابوا الشركة ومشيوا؟ كم مدير يا فندم شغال مدير ولا يصلح ان هو يبقى مدير؟ كم مدير يا فندم الموظفين اللي تحت ايده بيشتكوا منه ومش عارفين يعملوا معاه حاجة؟ كم مدير بسببه الموظفين سابوا الشركة ومشيوا؟ كم مدير فاهم في الوظيفة اللي هو ماسكها؟ قليل جدا. لذلك يا فندم عملية الليدرشيب للأسف مش كل من هو مدير يصلح أن يكون مدير أصلا، وهو طلع بالحب بقى مدير، وتيجي تشوفوا إدارته للناس إدارة فاشلة، ويعني الناس بتسيب الشركات بسبب إدارة المديرين ليهم. المدير فاكر نفسه إن هو خلاص أنا كده أنا التوب، أنا اللي أأمر وأنا اللي أنهي وأنا اللي أدي وأنا اللي أودي وأنا اللي أجيب. وكم مدير بيبدأ ياخد شغل الناس اللي تحت ايده؟ كتير من المديرين بيبدأ يستغل السلطة بتاعته انه يخلي الناس تعمل تاسكات وينسبها اليه قدام الإدارة العليا كأنه هو اللي عملها. كم مدير أهدر حقوق الناس اللي شغالين في إدارته؟ كم مدير معرفش يجيب حق الموظفين اللي عنده جوه الإدارة؟ كم موظف بيشتكي ان المدير بتاعه ضعيف فالناس بتاكل حقوق ادارته؟ ليه يا فندم؟ لان الناس دي ما اتعلمتش الليدرشيب، ما اتعلمش ازاي يبقى قيادي، لان في فرق بين القائد والمدير.